النهاردة معانا أصغر غرفة نوم هتشوفوها في حياتكم. الأوضة بتاعت النهاردة هي أوضة نوم محتاجين فيها محتويات أوضة النوم العادية، يعني سرير، تسريحة، دولاب. يا ترى هنعمل التصميم بتاع الغرفة الصعبة قوي دي ازاي؟ وعايزاكم انتوا كمان تتخيلوا ان انتوا بتفرشوا الأوضة دي وتكتبوا لي تحت في التعليقات لو اللي انتوا تخيلتوه ده شبه التصميم اللي أنا عملته ولا فيه حاجات مختلفة عنها. الأوضة صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، وفيها جزء كده داخل لجوه برضو صغير جدا. وهنشوف التصميم بتاع النهاردة برضو فكرة ورق الحائط في الغرف الصغيرة، يا ترى هيبقى شكله في الآخر عامل ازاي. وفكرت أنا في التصميم ده إن أنا أعمل ميكس الألوان ما بين الأخضر والبيج. طيب زي ما انتوا شايفين كده، الحيطة اللي أنا اخترت إنها تكون عليها ورق حائط هتبقى دي الحيطة اللي في ظهر السرير. اخترت ورق الحائط يكون ماشي مع الألوان بتاعة الأوضة اللي أنا عايزاها، اللي هو الأخضرات والبيجات. المكان بقى اللي داخل لجوه اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده كان مناسب جدا ان نعمل فيه دريسنج. هو صحيح دريسنج صغير جدا، لكن لو كنا حطينا هنا دولاب كان هيبقى الدولاب برضو مساحته صغيرة، فالدريسنج كان هيبقى افضل بكتير. وكمان قدرنا نحط مراية طويلة جوه الدريسنج علشان نقدر نشوف فيها نفسنا، ونستغنى تماما برضو عن التسريح. في الأماكن الصغيرة زي كده يفضل طبعا إن السرير يكون تحتيه مكان للتخزين، والدريسنج يتعمل لحد أعلى نقطة في السقف. طب تعالوا نتكلم كمان على الكومود اللي جنب السرير. أنا اخترت إن الكومود يكون بقى مش تقليدي، وإن يكون لونه مختلف عن لون الخشب، واخترت ان هو يكون باللون الاخضر، واعتقد ان هي كانت فكرة كويسة جدا. فعلا طلع شكله حلو جدا جدا. والناحية التانية من السرير سيبناها فاضية، وزي ما اتفقنا قبل كده لما يكون عندنا الغرفة صغيرة مش ضروري بقى يعني نتربس دماغنا على اننا نحط كومود يمين وشمال السرير. لا، احنا ممكن نعمل جنب من السرير في الكومود، والجنب التاني نسيبه فاضي يا دوبك يعني ياخد بس رجلينا كده عشان نقدر نعدي من جنب السرير. بالنسبة بقى للسجاجيد او المشايات، انا ما حطيتش اي سجاجيد خالص في الاوضة. انتوا لو حابين تحطوا مشايات بسيطة مفيش مشكلة، لكن انا دايما بقول لو البلاط شكله حلو. وبالنسبة لك لو اوضتك يعني صغيرة زي كده، فكري فيها بشكل ايجابي، ان هو يعني انتي مش هيبقى في سجادة بقى تضايقك في الاوضة خلاص، يعني هتقدري بقى تمسحي كل يوم بسهولة من غير ما في سجادة تتعبك في شيلها وتنفيضها والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. كمان مناسب جدا ان نحط تلفزيون في الحيطة اللي هي جنب الكومود دي لو حابين نحط تلفزيون في غرفة النوم. تعالوا اكلمكم شوية برضو عن اللون بتاع الخشب بتاع الدريسنج. انا هنا يعني حبيت بس اوريكم شكل الخشب الفاتح. انا بحب اللون الفاتح قوي للخشب ده، فحبيت بس اوريهولكم في التصميم هيبقى شكله عامل ازاي، عشان الوانه كمان ماشية مع البيجيهات بتاعة الغرفة. انما مناسب جدا طبعا ان لو الغرفة صغيرة نقدر نعمل الدريسنج باي لون فاتح، والابيض هيبقى حلو جدا وتحفة مفيش اي مشاكل. بس هي الفكرة كلها ان انا بحب لون الخشب الفاتح، فحبيت اجربه في الديزاين ده. الوان طبعا الستاير ماشيه جدا مع الوان الغرفه، وماشيه مع الوان ورق الحائط اللي اتفقت معاكم من اول الفيديو ان هو ده هيكون اساس الالوان بتاعتي في الغرفه. اخترتها على اساس الالوان بتاعه ورق الحائط. فالاخضر والبيج اللي موجود في الستاير كان هايل جدا، ودرجه الاخضر انا بحب جدا الاخضرات في غرف النوم، ودرجه الاخضر دي عجبتني جدا. كمان المفرش اللي موجود على السرير فيه نقوشات بسيطه جدا من برضو نفس ألوان الغرفة اللي هو الأخضر والبيج، وفي يعني حاجات بسيطة كده نبيتي، فشكله حلو جدا. وهنا لو خدنا بالنا يعني تقريبا مفيش أي إكسسوارات في الأوضة نهائي، يا دوبك هي وحدة الإضاءة أو النجفة اللي موجودة في الأوضة، والورق الحائط اللي موجود في ظهر السرير رقيق جدا وبسيط جدا. يعني كان اعتمادنا في الديكور بتاع الأوضة معتمد على الألوان فقط لا غير. وده معناه ان انا مش شرط يكون عندي الامكانيات الواو يعني عشان احس ان انا عامل ديكور شقتي شيك بقى، واحس ان انا صارف ومكلف وبتاع. احنا ممكن نعمل باقل الامكانيات ديكور شيك
وهادي، وفي نفس الوقت يكون بسيط ومريح للعين ومريح للأعصاب. ومش شرط نملى الأوضة اكسسوارات، ومش شرط تكون فيها زي ما قلتلكوا يعني بقى بديل خشب وبديل رخام ومش عارفة ايه. ممكن بأبسط الإمكانيات تطلع برضو الأوضة شيك ومريحة وكل حاجة. تعالوا نتكلم شوية عن الإضاءة اللي موجودة في الغرفة. احنا هنا معتمدين على ان في نجفة كبيرة في نص الغرفة بالظبط، فالإضاءة بتاعتها كويسة جدا. كمان احنا عندنا لو لاحظتوا في اول الفيديو كان في اماكن للهيدن لايت في الجيبسن بورد اللي موجود في الغرفة. والاضاءة يا جماعة في الغرف الصغيرة مهمة جدا. يعني لو الغرفة عندنا صغيرة احنا ممكن نحس ان هي واسعة او ندي احساس بالاتساع من خلال الاضاءة اللي موجودة في السقف. وزي ما اتفقنا كمان لو عندنا دريسنج صغير زي كده نقدر نعمل هيدن لايت موجود برضو فوق الدريسنج على طول لو خدتوا بالكم في اول الفيديو. فعشان برضو يخلي المكان بتاع الدريسنج عشان هو صغير فيديله اتساع زي ما اتفقنا. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم وتقدروا تاخدوا منه أفكار لغرف النوم الصغيرة بتاعتكم. وقبل ما تمشوا متنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب كمان للقناة لو انتوا لسه مشتركتوش. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.